السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل لكم الطعمية المصري. اول حاجة هنجيبها الفول المدشوش. الفول المدشوش ده احنا بنجيبه نغسله كويس وبنضيف عليه، لو احنا مستعجلين بنضيف عليه مية سخنة، لو مش مستعجلين مية باردة عادي، يعني ممكن ساعتين بعد ما نحط عليه المية السخنة ونستخدمه عادي. وطبعا بعد ما بليناه حوالي ساعتين من المية السخنة طلعناه كده، هو اضطر معانا خالص. هنبتدي ان احنا نكون المكونات بتاعتنا. راس توم وبصلتين صغيرين او بصلة كبيرة، والكرات بتاعنا ده الاساسي، والخضرة شبت وبقدونس وكزبرة. هنا التوابل بتاعتنا كزبرة وكمون وفلفل اسود وتوابل كفتة لو موجود، مش موجود مش مشكلة. دلوقتي هنجيب الكبة، واول حاجة هنحطها في الكبة البصل والثوم، ده نفرمهم الاول. ودلوقتي احنا فرمناهم فرمة بسيطة، وهنضيف بعد كده الفول المدشوش بتاعنا اللي احنا بليناه، وهنفرم فيه مع البصل مع البصل والثوم. هنديله فرمة كويسة لحد ما ينعم معانا. طبعا انتوا كمية كتير على الكبة، ممكن نحط الكمية نقسمها على مرتين على 3 على حسب الكمية. كده فرمناها برضو لسه شوية. ضفنا كده الكرات بتاعنا، بنجيب لنص كيلو حوالي ربطتين كرات، والتوابل بتاعتنا والشبت والبقدونس ضفناه برضو، شبت وبقدونس وكزبرة. طبعا بنخلطهم عشان طعمها تبقى خضر زي ما انتوا شايفينها كده. وبنبتدي ان احنا طلعناها خلاص من الكبة زي ما شايفين كده. ودي الطعمية بتاعتنا بعد ما قليناها. وممكن واحنا في العجينة بتاعتنا واحنا بنقلي ممكن بيضة، لو تفضلوا البيض بتطلع الطعمية. يعني اللي في ايدي دي كده، دي طعمية متضاف لها بيض، تبقى منفوشة شوية. ودي طعمية عادية كده ما فيهاش اي حاجة. اللي احنا عملناه، شوف القلب اخضر ازاي وهشة ازاي. والطعمية ام بيض برضو بتبقى جميلة، بس في ناس ما بتفضلش ان هي تاكل الطعمية فيها بيض، بس بتديها نفشة وبتبقى طرية وخفيفة. بألف هنا على صحة. يلا بقى اعملوا لي لايك واشتراك لو الفيديو عجبكم، وبألف هنا على صحتكم عشان يوصل لكم كل جديد.